لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. فيدني، اسأل مجرب أو اسأل خبير. تطبيق حجمه 10 ميجا محمله 10 آلاف مستخدم، تقدر عن طريق التطبيق ده تكتب أي سؤال بصفتك عمرو أو أشرف أو أحمد أو بصفتك مجهول، وتقول إن أنا مثلا بعاني من كذا أو بعاني من كذا، هتلاقي ناس كتيرة بترد عليك. وتقدر كمان انت لو انت دكتور أو أخصائي أو دكتور نفساني أو أي يعني ليك تخصص، أي تخصص تقدر تسجل نفسك إن انت تخصص كذا، وتجاوب على أسئلة الناس وتربط حسابك على التطبيق دوت بحسابك اللي هو الفيسبوك او انستجرام او تويتر، بحيث ان هو يجيب لك شغل فيما بعد. هتقدر ترد على اسئلة ناس كتيرة بتسألك كخبير، وانت كبني ادم عادي عندك خبرة، تعرضت لموقف من المواقف، تقدر ترد على اسئلة الناس. ممكن تجاوب بشكل مجهول، وممكن تجاوب بشكل اسمك عادي جدا لو انت اللي هتجاوب يعني، والاجابة مش هتبقى فيها مشكلة. لو ما كنتش تعرف التطبيق قبل كده وأول مرة تعرفه من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب للتطبيق. تطبيق جميل جدا وسهل، وتقدر تسأل بصوتك وهيتم الإجابة عليك من أشخاص كتير، والإجابة اللي تعجبك وتحس إن هي أقرب للحقيقة ممكن تستخدمها يعني. تطبيق جميل.